أهلا بيك. رسالة وإجابة من حبيب. أنت مهم جدا عنده، أنت شخص مهم جدا عنده. رسالة أنت محتاج تسمعها، أو معلومة أنت محتاج تعرفها من حبيب، وشخص قريب منك، وشخص بيفكر فيك، وشخص أنت مهم جدا عنده. يا ترى الرسالة دي بتقول إيه؟ يلا نشوف مع بعض الرسالة. بسم الله. ما هي الرسالة اللي جاية تخاطبك أنت؟ الرسالة من حبيبك لأنه بيحبك وبيعزك، ومش زي ما انت فاهم ولا شايف. بيقولك كل ما حبيت نفسك بعيوبها ومميزاتها وتقبلت ما فيك، كل ما زادت جاذبيتك. يعني لو حبيت نفسك بعيوبك وقبلتها، هو قابل عيوبك، هو قابل كل ما فيك، كل تغيراتك. هو بيقبل عصبيتك وعندك، وعلى قلبه زي العسل زي ما بنقول. فبيقول لك اقبل نفسك وحبها، هتكون مليء بالجاذبية والجاذبية العاطفية. طيب بيقول لك ايه كمان؟ آه الأفعال أبلغ من الأقوال. يعني ايه؟ يعني عايز يقول لك كل ما هتعمل، كل ما هتكون عندك شعور مش عارف تعبر عنه بالكلام، او مش قادر تعبر عنه بالكلام، اعمل الفعل اللي يعبر عنه. يعني مش لازم تقوله انا بحبك وبهتم بيك، لكن ممكن تتصل بيه، ممكن تطمن عليه، وممكن لو في مشوار تطمن عليه او تقرب منه بطريقة مختلفة. كمان بيقولك آه ان هو بقى عنده مشكلة مع كلامك. يعني انت بتقول كلام ومش قد الكلام. يعني ايه؟ يعني انت بتقول كلام وما بتعملش بيه. يعني ممكن تسمع، تقول له هسمع كلامك، او تقولي له هسمع كلامك وما بتسمعيش الكلام. تقولي له انا يعني مش هعمل الحاجة دي غير لما انت تكون موافق وراضي عنها، وخلاص كلام، لكن بتعملي العكس. فهو بيتمنى منك وبيرسل ليكي وبيبعت ليكي وبيقولك او بيقولك هذا الحبيب خلي أفعالك آه ليها قيمة أعلى من الكلام. يعني ما تخليش العلاقة كلام بس، ودخل الأفعال الحقيقية، مش يبقى كلام وخلاص. أوكي، خلينا نشوف إيه اللي الشخص ده عايز يرسلك دلوقتي ويقول لك إيه. ويقول لك إيه؟ هنشوف كارت في مراسلة منه ليك، ونعرف إيه اللي في قلبه ليك. في قلبه حاجات كتير قوي، جواه كلام كتير. اوكي، خلينا ناخد كارت ونشوف هذا الشخص جواه منك ايه. الشخص ده زعلان منك، عنده زعل وحزن، بيقول لك انا ما شفتش، انا شفت منك، خلتني اشوف العلاقة الاوجاع اكتر من الايام الحلوة. خلتني اشوف في علاقتي معاك الاوجاع اكتر من الايام الحلوة. انا زعلان منك، هو زعلان منك. طيب، بس رغم اني زعلان منك، لكن انا عايزه اجيلك بسرعه، متحمس جدا 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 ان انا ابتدي معاك بدايه جديده، او اخاطرك او اكلمك او اشوفك لانك وحشتني. طيب، انا عايز ابتدي معاك بدايه ربنا بس اللي يعرفها انها تكون بدايه اخلاص ومحبه وموده، وكمان اشاركك معايا بدايتي الجديده. وكمان الشخص ده عايز يشاركك معاه أحلامه الجديدة. الشخص ده عنده صحوة روحية، وبيحاول إنه يكون شخص جديد، وبيحاول يتجسد أو يجسد بداية فعلا حقيقية وواقعية ليه، ومحتاجك معاه، بس هو زعلان منك. طيب، ايه المشكلة بتاعت الشخص ده؟ وبيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا دلوقتي مش قادر
مش قادر أكون معاك، تعبان منك جدا، انت سببت له عدم ثقة، فهو مقسوم نصين، محتاج يقرب منك لأنه مش قادر يبعد عنك، وفي نفس الوقت زعلان منك جدا، حق انت سببت له خسائر نفسية رهيبة، واحتمال تكون كمان خسائر مالية، فالشخص ده محتاجك. طيب خلينا نسأل سؤال تاني ونقول مشاعرك الحقيقية ليه؟ هل انت فعلا بتحبه لسه ولا لأ؟ ولا خلاص نسيته؟ يلا نشوف. أوه. الإجابة طلعت اغفر وحرر نفسك، اغفر وحرر نفسك. الإجابة بتقولك أنت أقوى عندما تحمل الحب والتسامح، أو تحمل الحب والتسامح بدلا من الغضب والكره والبغضاء. أنت الرسالة دي مش جايلك صدفة، روحك كانت بتدور عليها. الشخص ده يستحق إنك أنت تسامحه، ويستحق إنك أنت تسامح وتبدل الغضب بحب. فكر تاني، فكر وشوفه برؤية تانية، شوفه بعيون تانية، فكر تاني، لأن الشخص ده بيحبك عنده بدايات روحية ومحتاجك معاه فيها. طيب لو انت اغفر وحرر، لو انت سامحته هتشوف معاه بدايات حلوة جدا. طيب خلينا نقول وناخد كمان آخر حاجة. يا ترى ايه لو انت سامحته وانت الآن بتحب الشخص ده، لسه في حب، لكن انت مش عارف تسامحه. انت بتحب الشخص ده ومشاعرك ليه فيها حب، لكن انت مش عارف تسامح. انت تحب هذا الشخص بالفعل، لكن مش عارف تسامحه، وانت عندك الهام بيقولك واشارة من ربنا بتقولك انك ممكن ترجع لبداية جديدة مع الشخص ده لو سمحت او شفت الامور اللي حصلت ما بينكم بعيون تانية وبنظرة تانية. طيب خلينا نسأل السؤال الاخير. يا ترى لو سمحته ورجعت له، الحياة ما بينكم هتكون عاملة ازاي؟ وفعلا هيكون شخص مخلص ليك، وفعلا هيكون شخص يستحق هذا التسامح اللي انت هتحطه في قلبك انك تعمله؟ يلا نشوف. يا ترى لو سمحته ونويت نوايا تانية مختلفة، ممكن يكون ايه ما بينكم انتوا الاتنين؟ هيكون في بداية حلوة جدا لو سمحتوا وعفيت وشفت الامور بنظرة تانية. هيكون في بداية حلوة جدا، الشخص ده هيتعلق بيك اكتر من الاول اضعاف، وهيبتدي يحبك من جديد، وفي الهام بيجي من ربنا بطريق انتوا الاتنين بتمشوا فيه، بيكون طريق ناجح جدا جدا ليكوا وطريق مقبل على الخير. طيب في انت يعني لو انت سامحته وحصل ما بينكم حياة، هيكون في امور هتحصل ما بينكم واستقبال طاقات مختلفة ليكوا ذاتيا في العلاقة دي افضل من الاول بكتير. العلاقة هتلمس المشاعر اكتر، العلاقة هتقرب من نفسها اكتر. تمام. لكن مع البداية ومع ان الشخص هيتعلق بيك، في وقت لازم تعمل حساب، لانك انت محتاج ايه؟ يلا ناخد كارت يوضح اكتر. محتاج ايه؟ محتاج تغيير. يعني مش هترجع العلاقة زي ما كانت الاول، ما ينفعش ترجع بنفس الشخصية، لازم تغير شخصيتك. دي نصيحة ليك. لو هترجع لهذا الشخص لانه بيحبك وانت لسه في حب، لازم تغير شخصيتك وتكون بآراء تانية، بقوانين تانية، بحدود تانية تماما. دي كانت قراءة ليك ومن شخص بيحبك ولسه انت في قلبه وفي عقله. ولو محتاج توضيح اكتر وتفاصيل اكتر، تواصل على الرقم اللي موجود في البايو. شكرا ليك.